جو البرد اللي احنا فيه ده بنحتاج ناكل حاجة سخنة تدفينا وتدينا طاقة وكمان ترفع المناعة. طبعا عرفت انا هعمل ايه النهاردة، الاكلة اللي مفيش اي بيت يستغنى عنها في الشتاء، وهي العدس. هعمل معاكم النهاردة شوربة العدس بطريقة مختلفة جدا، وهنعمل كمان فتة العدس بطريقة مميزة قوي. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا معايا نص كيلو من العدس الاصفر، غسلاه كويس ومصفياه. والخضروات بقى اللي هستخدمها النهاردة هي جزرتين متوسطين، وطماطمتين، وكمان بصلتين برضو متوسطين، ومعايا كمان بطاطساية ممكن نستغنى عنها وممكن نخليها، يعني دي اختياري، وخمس فصوص من الثوم. بس كده. والتوابل اللي هستخدمها هي كزبرة ناشفة، وكمون، وفلفل اسود، وشوية ملح. التوابل البيزك بتاعتنا خالص، مش هحط اي توابل تاني. أول حاجة هعملها في حلة على النار، هحط معلقتين من الزيت، وهبتدي أشوح الخضار بتاعي الأول. طبعا دي أول تركاية جديدة في العدس بتاعي النهاردة، إن أنا مش هسلقه، لا أنا هشوح الأول الخضار. وفايدة الحركة دي إن هي بتطلع الريحة والطعم الحلو بتاع الخضار. فأنا هاشوّح الأول البصلاية، وبعد كده الجزر أهو نزّلته. طبعًا دي أكتر خضروات بتاخد وقت على النار في السِوَى شوية، فأنا ابتديت بيها. طيب بعد ما شوّحتهم شوية كده، نزّلت البطاطس، وهاقلِّب فيها كويس أوي. أنا عايزاها بس يعني تتشوّح، يعني تدبل بس بسيط، مش تستوي للآخر يعني. ونزّلت كمان فصوص التوم، وهاقلِّب فيها كويس أوي. صدقوني لما هتجربوا الحركة دي هتحسوا بفرق حلو جدا. في النتيجة النهائية بجد هتلاقوه مختلف خالص عن اللي بنسلقه. طبعا انا عاملة كمية كبيرة شوية او حلة كبيرة شوية، يعني الحلة دي تأكل عيلة كبيرة. طبعا كل واحد يعمل على قد عدد الافراد بتاعة اسرته. طيب انا نزلت العدس، برضو هشوحه كويس جدا. اهم حاجة يا جماعة ان العدس يكون مغسول كويس ومتصفي كويس جدا، مفهوش ولا نقطة مية. طيب بعد ما شوحت العدس بتاعي، هضيف توابل بسيطة قوي، يعني هدي رشة كده من الكزبرة، ورشة من الكمون، ورشة من فلفل الأسود، يعني حاجة بسيطة كده بس عشان يعني إيه، أعمل طعم حلو للخضروات بتاعتي. ورشة طبعا من الملح. طبعًا في الجزء ده اللي حابب يضيف معلقة صلصة كمان مفيش مشكلة، بس أنا النهارده هاكتفي بالطماطم بس. وطبعًا الطماطم عشان ما بتاخدش وقت في السِوَى، فأنا نزّلتها آخر حاجة خالص. لو حابة تضيفي مكعب خضروات برضه ضيفيه مفيش مشكلة، هيعلّي الطعم معانا حلو أوي. وبعد كده آخر حاجة هانزّل المَيّة المغلية بتاعتي. شُفتوا بقى؟ يبقى أنا كده عكست. ما سلقتش العدس مع الخضروات، لا انا شوحتها الاول، وبعد كده ضفت الميه وهسيبها بقى تستوي كده مع نفسها. وفي طاسه تانية على جنب هبتدي ان انا احط معلقه زيت ومعلقه سمنه عشان احمر الشعريه بتاعتي. طبعا دي اذواق، في ناس بتحب تضيف الشعريه على العدس وفي ناس لا، بس انا عن نفسي بحب اضيف الشعريه. بتعمل طعم حلو، وكمان بتقل القوام كده بتاع العدس، وبتخليه طعمه حلو قوي. طيب هنا برضو في تركاية مهمة قوي، ان انا بسوي الشعرية في طاسة بره لوحدها. هتقولولي ليه؟ لان احنا لو سوينا الشعرية وبعد كده نزلنا عليها العدس، الشعرية مش بتستوي كويس. مجرد ان هي يعني بتتحرق كده وبتلزق في القاع بتاع الحلة وبتتحرق.
تمام. فلو جربتوا الخطوه دي ان كنتوا تسووها الاول في طاسه بره وبعد كده تضيفوها على العدس، بجد النتيجه هتعجبكم جدا. بصوا انا عملت ايه. بعد ما شوحتها كده او حمرتها كويس في معلقه الزيت ومعلقه السمنه، ضفت الميه وبس كده. هنيجي بقى على الفته بتاعتي. انا بحب فته العدس جدا جدا يا جماعه، ما اقولكوش ازاي. فانا قطعت العيش، قطعت حوالي 3 ارغفه او 4 ارغفه، وقلبتهم كده في معلقه سمنه، وهدخلهم يتحمصوا في الفرن. طبعا اللي عندها عيش متحمص جاهز يعني يا حبذا، بس بلاش تحطوا العيش وهو طري كده، يعني بيبوش وما بيبقاش حلو. فادوله الاول تحميصه كده في الفرن، بجد هيديكوا طعم حلو جدا. طيب نيجي بقى للعدس بتاعنا كده نشوفه استوى ولا لسه. اهو بصوا هتلاقوه استوى. طبعا المقياس اللي انا بقيس عليه هو الجزر، لان هو زي ما قلت لكم يعني بياخد اطول فتره في السوى. فبصوا انا بعد ما قسمته بالسكينه لقيته تمام. بعد كده خدت العدس بتاعي ضربته في الخلاط، او ممكن تضربيه بالهاند بلندر، طبعا هو موجود دلوقتي في كل بيت وبيسهل علينا جدا. وبعد كده برجعه في الحله تاني، وبضيف الشعريه بتاعتي قبل ما اطفي. بصوا انا ضفت الشعريه دلوقتي فين. صدقوني مش هتلزق خالص في الحله بتاعتي، وهتفضل عايمه كده في الشوربه وهتبقى حلوه. بس يا ريت برضو ما تسيبوهاش تغلي كتير عشان ما تنزلش النشا وتتقل العدس زياده عن اللزوم. تمام. هظبط بقى البهارات بتاعتي، الكزبره الناشفه مع رشه فلفل بسيطه قوي، ما تكتروش الفلفل عشان ما يغيرش اللون، بس كتروا من الكمون زياده شويه لان العدس زي ما انتم عارفين بيحب الكمون قوي. اديته كده تقليبة أخيرة، وبعد كده لقيت القوام بتاعه تقيل شوية، فضفت مية مغلية لغاية ما وصلت للقوام اللي أنا عايزاه. وكمان بصوا لونه حلو ازاي. طبعا لو عايزين تغمقوا اللون شوية عن كده ممكن تدوا رشة كركم كده. على جنب بقى في طاسة صغيرة كده هعمل الطشة بتاعتي. ضفت معلقة سمنة بلدي كده حلوة، وضفت عليها 5 فصوص من الثوم، وهشوحهم كويس قوي مع رشة كزبرة ناشفة كده. وبعد كده هضيفهم على العدس في الآخر. بس طبعا إضافة التوم دي لازم أكون طفيت النار على العدس، ما ينفعش أضيف التوم لأن هيمرر وهيبقى مش حلو لو أنا لسه مشغلة النار. خلاص كده العدس استوى بتاعي وكل حاجة تمام، ببتدي أضيف الطشة بتاعة التوم. وما أقولكوش بقى على الريحة، كانت تحفة. وبس كده حلة العدس بتاعتي هتكون جاهزة. ممكن نقدمها بقى طبعا مع بصل اخضر اوعي تنسيه، والليمون بتاعي، او ممكن كمان بصل احمر عليه رشة سماق كده مع رشة خل وليمون، هيبقى بجد طعمه رهيب. بصوا بقى العيش بتاعي بعد ما اتحمص وطلعته من الفرن، كان حلو جدا مقرمش وريحته حلوه قوي مع معلقه السمنه اللي انا اديتها له. وهنزل عليه بالعدس. وكمان عملت شوربة العدس، حطيتها في المجات بتاعتي. في ناس بتحب شوربة العدس خفيفة من غير الشعرية، زي ما تحبوا يعني قدموه بالطريقة اللي تريحكم. العدس حلو قوي يا جماعة في الشتاء. اعملوه كتير واكلوه كمان لولادكم عشان مفيد جدا جدا جدا. يلا جربوا طريقتي وقولوا لي رأيكم في التعليقات.